كان في دكتور شاب اسمه اجنس سيملفايس بيشتغل في مستشفى في فيينا. كان في لغز مرعب جدا محيره. في قسم الولاده اللي كان شغال فيه الامهات كانت بتموت بنسبه اعلى بكتير من القسم اللي جنبه اللي كان شغال فيه دايات. وقعد شهور يدور ايه السبب ورا ده لغايه ما اكتشف حقيقه صادمه جدا، ان الدكاتره اللي كانوا بيشرحوا الجثث بنفس الايدين دي بيروحوا يولدوا الستات، فكانوا بيقولوا لهم جثيمات مميته. والحل بتاع الموضوع ده كان بسيط لدرجه ان هو يوجع القلب. يا جماعه اغسلوا ايديكم. لكن بدل ما يكونوا بيعتبروه بطل، المجتمع الطبي كله في الوقت ده هاجمه ومديره طرده وزمايله اتريقوا عليه وعلى الفكره اللي قدمها وقالوا ان هو مجنون، وفي الاخر مات لوحده بمصحه عقليه منسي تماما. القصه دي بقى بتفتح سؤال كبير قوي، هي ليه الشجاعه ساعات ثمنها بيكون غالي قوي كده؟ وليه احيانا انك تقول الصح او تعمل حاجه صح بيخليك مكروه؟ وده الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده. هنتكلم عن كتاب بيبدا بقصه شاب متلخبط دماغه مليانه اسئله زي اللي كنا بنتكلم فيها، بيقابل بقى فيلسوف عجوز بيبدا ان هو يفكك معاه الاسئله واللخبطه دي كلها. الكتاب ده بياخدنا في رحله علشان نفهم ازاي نعيش بحريه حقيقيه، حتى لو معانا ده او ثمن ده ان احنا مش هنعجب كل الناس. والرحله بقى بتبدا من اكتر حته بتوجعك اللي هي الماضي. كتير مننا قوي بيحس ان هو ضحيه تجاربه، ضحيه التروما اللي مر بيها. الكتاب ده بينتمي لمدرسه علم النفس اللي اسسها ألفريد أدلر، اللي بيقول لك فكره قويه جدا، انت مش تجربتك، انت رد فعلك عليها. يعني لو مريت بتجارب مؤلمه ده مش معناه ان حياتك خلاص هتنتهي او هتكمل بنفس الشكل. في الكتاب هنا بيدينا نموذج لشاب كان حابس نفسه في اوضته طول الوقت، مقتنع جدا ان السبب اللي مخليه مش قادر او مش عايز ان هو يكون بيواجه الناس هو عنف اهله ليه في الماضي. لكن هنا كانت المشكله الحقيقيه هو خوفه ان هو يواجه الناس اصلا. التروما بتاعته هنا كانت مجرد الحجه اللي بيستخدمها عشان يهرب من المواجهه اللي هو مش عايزها. والفكره هنا او الكاتب عايز يقوله مش ان احنا ننكر الالم، لكن ان احنا نسال نفسنا ازاي اللي حصل في الماضي ده يكون سبب ان يخليني احسن. لان الماضي مش من حقه ان هو يحدد مستقبلك او يحدد انت هتكون فين. اللي بيحدد فعلا هو قرارك دلوقتي، وان يبقى عندك رغبه من جوه في التغيير. ويبدا بعدها الكاتب ياخدك في فكره ثانيه، انه يسالك كده هو انت كام مره اتنرفزت وفقدت اعصابك وبعد كده ندمت؟ وبيحطك في موقف تخيلي انك قاعد في كافيه والويتر ركب عليك كوبايه قهوه بالغلط. عقلك في ثواني بيختار، يا اما ان هو هيكون بينفجر في الويتر وبيقول له انت مش فاهم شغلك وقاعد مديرك، او ان هو يقرر ان هو يسكت ويتدارك الموقف عادي، مجرد حادثه مش لطيفه قوي ويعديها بهدوء ويكمل يومه عادي. والكاتب هنا بيقول لنا ان الغضب ده مش قوه، وان دي نقطه ضعف كبيره قوي، لان اللحظه اللي انت هتنفجر فيها انت سلمت التحكم بتاعك لغيرك او للموقف المطلق، وفقدت السيطره عليه مجرد ما مشاعرك هي اللي سائده. وقبل ما نكمل خلينا نروح لقصه الاسكا ونسمع قصه امراه اسمها سوزان بوتشر. سوزان كانت متسابقه في سباق اللي بيتعمل على نهر ايديتا رود، اصعب سباق لجر الزلاجات بالكلاب في العالم. السباق ده كان طوله اكتر من 1600 كيلومتر في تضاريس الاسكا القاسيه. في الثمانينات بقى كان المجال ده اللي مسيطر عليه الرجال فقط، وكانوا شايفين ان المراه جسمانيا ما تقدرش تتحمل صعوبه السباق ده. واللي حصل بقى ان في اول مشاركه لسوزان في السباق ده حصل لها كارثه، 2 من كلابها اصلا ماتوا واضطرت ان هي تنسحب. والناس بقى شافت ان لا ده مش مكانك، يلا اتفضلي ارجعي البيت. لكن هنا بقى هي رفضت ان هي تستسلم لكلامهم، وقررت ان رايهم فيها هي مسؤوليتهم هم مش مسؤوليتها هي. وفضلت تتدرب وتشارك سنه ورا سنه، وهي بقى عماله تستحمل سخريه البعض ونظرتهم ليها. في النهايه بقى هي مش بس فازت بالسباق، هي فازت بيه 4 مرات، منهم 3 منهم على التوالي. سوزان بقى اللي عملته هنا ان هي كان عندها الشجاعه ان هي تحط حدود، ايه مسؤوليتها وايه مسؤوليه الاخرين. ان كان مسؤوليتها في الوقت ده ان هي تفضل تحاول وتتدرب على الموضوع وتشوف بقى المشكله فين اللي خلتها تخسر كذا مره. لكن ما كانش سهل او حتى مهم ان هي تقنع الناس ان هي تخش البطوله دي حاجه بتاعتهم، مش في مسؤوليتها ومش في القدره ان هي تقدر تغيرها. ودي بقى الفكره الثالثه اللي بيكلمنا فيها الكتاب، انك في كل موقف دور على الحته بتاعتك، الحته اللي انت تقدر تغيرها او الحته اصلا اللي عندك سلطه انك تغيرها. لكن راي الناس هم شايفينك ازاي، هم مقتنعين بايه او مش مقتنعين بايه، دي حاجه مش بتاعتك ومش في مسؤوليتك انك تغيرها. والفكره الاخيره بقى اللي هختم معاكم بيها هي ان سبب كل المشاكل او على الاقل اغلبها هي العلاقات والمقارنات اللي بندخل نفسنا فيها، او المقارنات اللي الناس بتحطنا فيها واحنا بنسمع ليها. فتخيل معايا كده لو انت عايش لوحدك على الكوكب مش هتحس باي مقارنه او تنافس، فانت اول ما تخش بقى دايره المقارنه حياتك بتتحول لسباق كده ملهوش نهايه، وتبدا تشوف الناس اللي حواليك كمنافسين هياخدوا منك حاجه، مش ان هم رفاق في الطريق معاك ماشيين في الحياه. والحل هنا بسيط جدا، فكك بقى من المقارنه. الحياه انت فيها في سباق فردي، انت عندك التراك بتاعك ماشي فيه لوحدك، انت بتنافس بس النسخه القديمه منك مش اي حد تاني، والهدف انك توصل لاحسن نسخه من نفسك. وزي ما الكتاب طول الوقت كان عمال يفهمك الحاجات اللي هي مش سعاده او الحاجات اللي ممكن تنزع منك السعاده، بيجي في الاخر ويديك زيتونه السعاده الحقيقيه، ان هي مش موجوده في المقتنيات او ان كل حاجه تكون بيرفكت، لان ده اكيد مش هيحصل. لكن بيديك مفتاح حقيقي بقى لو عايز تعيش سعيد، وهو انك تساهم وتضيف للي حواليك عشان يكونوا احسن. واخيرا اهم جمله في الكتاب كله وانا عايزاك تفتكرها كويس قوي، الحريه الحقيقيه انك تكون متصالح مع فكره ان مش كل الناس هتحبك، لانك لو فضلت تجري ورا رضا الكل عمرك ما هتعيش عيشه حريه، هتعيش حياتك كلها ماشي في طريقهم هم مش في طريقك انت. في النهايه انا مريم عايزه بتمنى لك دايما ان انت تكون احسن وتكون افضل نسخه منك، وده ببساطه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب.